انا النهاردة جاي اكلمكم على تحديث جديد من جوجل، ولكن ممكن كده في الظاهر تشوفه تحديث عادي، وانما خلينا اكد لك ان التحديث ده هو بالفعل كان القشة الاخيرة في الويب القديم اللي احنا نعرفه. خليني بس استرجع معاك الذكريات، وانا عارف ان الفيديو ده ممكن يكون غريب شوية وطويل، بس معلش اعذرني واسمعوا لحد النهاية يا سيدي كأنك بتسمع بودكاست. طبعا احنا عارفين من زمان ان جوجل ده هو يعتبر الموقع اللي انت عشان تقدر تعرف الانترنت كان بيشتغل ولا لا كنت بتخش عندك على جوجل كأول موقع انت عارفه عشان تقدر تشوف بالفعل هل الانترنت رجع عندك البيت او توصل ولا لا. لو انت كنت بتبحث عن موقع او بتبحث عن حاجة كنت دايما بتخش عندك على محرك البحث الاول في العالم، واللي ما فيش حد في كوكب الارض ما بيستخدمش الانترنت ما يعرفوش. كنت بتبحث حرفيا عن كل شيء. انت ده كده كمستخدم، انما انت كشخص يعني بتشتغل عليه وبتطلع فلوس، انت كنت بتنشئ موقع وبتكتب مقالات وبتعتمد على السيو في الطرق التقليدية، في ان انت مثلا تكتب مقال مهيأ للسيو، بتختار كلمات البحث او الكي ووردز بعناية وبتضيفها عندك بنسبة مثلا افتراضا 30% من حجم المقال، مع ان انت تكتب وصف كويس وتوزع الكلمات المفتاحية في داخل مضمون عشان تقدر ان انت بالفعل يعني تترتب على عرش الويب، وكمان تقدر تعمل باك لينك ومليون حاجة كده انت كنت بتعملها وبتهيئ موقعك ومقالك اللي انت بتكتبه عشان تقدر ان انت تتصدر كمرتبة اولى وتبقى يعني ترتيب اول. وكان في ثغرات على فكرة في يعني في الالجوريزم دي او في السيو ده او في التحديثات الخاصة بجوجل، وهو ان انت كنت ممكن تقدر عادي بصفحة فاضية تبقى مرتبة اولى، وكنا بنلاقي الثغرات دي وكان في ناس بتعملها وبتطلع ترند كده لفترة، وبعد كده جوجل تقوم منزلة تحديث ومعاقبة، والناس اللي شغالة في الويب فاهمة الكلام ده وفاهمة انا قصدي ايه. دلوقتي بقى الموضوع ده خليني اقولك ان هو اتغير. يعني انا النهاردة لقيت حاجة بالصدفة والله وانا ببحث على جوجل، وفي العادي انا ما ببحث كتير على جوجل لان دلوقتي بقيت بعتمد اكتر على بريبلكستي. طيب هتقول ايه بريبلكس ده يا عم عبد اللطيف؟ بريبلكس ده باختصار شديد هو عبارة عن موقع، الموقع ده اللي انشأه شاب هندي شبه جوجل، بس بيعتمد اكتر على النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وجروك وغيرهم من النماذج الاخرى اللي هي متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبتبحث في الويب. بتستخدم حاجة اللي هي اسمها الديب سيرش، بس للأسف دي بتستهلك من الموارد الخاصة بالمعالجات دي بشكل كبير، لأنها طبعا بتبحث وبتكتب ملخص والكلام ده كله، لأن أساسا الويب ما كانش مهيأ للإي آي اللي ظهر ده، إن أنت تطلب من إي آي يخش عندك على موقع ويبحث أو صفحة ويبحث في المضمون الخاص بالمحتوى عشان يطلع لك الشيء اللي أنت عايزه. ده كان بالفعل صعب جدا وبياخد موارد وطاقة كبيرة جدا من الإي آي. جوجل شافت ان بريبلكستي ده اللي هو اللي عمله الشاب الهندي بقى في الصدارة، والناس كتيرة بقى يعني بيعتمدوا عليه. وطبعا جوجل اكيد شايفة ان اللي هم كانوا دايما رقم واحد في العالم ابتدى الزيارات ابتدت تقل، الدخول من الناس على موقع جوجل ابتدى يقل، وبالفعل في مقالات كتيرة وفي بالفعل حاجات كتيرة طلعت واتكلمت عن الموضوع ده، ان بالفعل ما بقاش الواجهة الاولى اول ما تفتح الانترنت او اول ما تبحث عن اي حاجة، ما بقاش الواجهة الاولى فقط هو جوجل، لا بتقدر تخش عندك على اي موقع اخر زي شات جي بي تي او بريبلكستي او غيره وتبحث بدل جوجل. فده طبعا ده خوف جوجل، قالت لك انا عملت الاي اي ده كله والاساس بتاعي اللي هو محرك البحث هيضيع مني. قاموا منزلين حاجه انا اتعرفت عليها بالصدفه البحته. يعني عارف انت لما انت تيجي تبحث عن حاجه وفجاه تعمل ريفرش تلاقي في حاجه جديده ظهرت قدامك، اهو ده اللي حصل معايا النهارده. كنت بدور على حل المشكله اللي هي بتاعه الموضوع اللي قبل اللي فات، ان انا قلت لكم ان شاء الله هعمل لكم عنه فيديو مخصوص يعني بتاع المشاريع بتاعه الاي اي والكلام ده كله. وانا ببحث وداخل كده عندي على جوجل عادي وببحث عن حاجه افتراضا يا سيدي كريزي نت، الاقي ده فتح معايا حاجه كده جديده ظهرت اسمها ميت اي اي مود او تعرف على الاي اي مود. طبعا بيقول لي لا توفر وضع الاي اي حاليا على جهازك. كون ان انا ببحث دايما باللغه البرتغاليه او دايما بستخدم جوجل عندي اللي هي باللغه البرتغاليه زي ما انت شايف ببحث عندي على جوجل باللغه البرتغاليه، فهي الاصل عندي دايما ببحث باللغه البرتغاليه او جوجل عندي هو اللغه البرتغاليه. لقيت عندي الخيار اللي ظهر ده اسمه مود اي اي او مود اي اي. ايه ده لما انت مثلا تيجي تبحث عن اي شيء كريزي نت افتراض هتلاقي فتح معاك الصفحه دي. هنا طبعا بيقول لك ان هو للاسف غير متعرف على اللغه لسه، بس هنا تلاقي عندك ان هو دمج ما بين الاي اي والبحث. تقول لي يا عم عبد اللطيف بس ده العادي، يعني ما هو بريبلكست بيعمل كده وبتاع. هقول لك لا، هنا الموضوع اختلف، لان بالفعل في بعض المقالات وبعض الابحاث نزلت قبل كده الروبوتات اللي احنا كنا بنسميها الاول عناكب البحث، روبوتات البحث باختصار شديد ما بقتش تعتمد على ان انت تروح وتبحث
عن الموضوع من الكلمة المفتاحية. يعني الاول عشان مثلا افتراضا دخلنا دلوقتي بحثنا عندنا على جوجل اهو كيف عمل سكرين شوت للكمبيوتر افتراضا، ده حاجة ظهرت قدامي. انت الاول عشان تقدر ان انت تشوف بالفعل او ايه المواقع المتصدرة، دايما بتلاقي عندك المواقع المتصدرة هي مواقع عليها باك لينك قوي، مواقع الدومين اثورتي بتاعها قوي جدا. عندك هنا مثلا يعني كاتبين زي ما انت شايف مثلا افتراضا الموضوع. على فكرة المقال ده انا كنت متفوق فيه، يعني كنت كاتب مقال على كريزي نت كان متفوق على موضوع وكنت واخد مرتبة اولى، بس للأسف اتعاقبت بسبب تحديثات من جوجل وبقيت مرتبة 7 ولا 8 تقريبا. بس انا كنت متفوق على موضوع في مقالات كتيرة جدا 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 عندي. فحرفيا هو يعني هنا بيخش الاول موضوع البحث كان بيعتمد على ايه؟ كان بيعتمد ان هو مثلا اشوف الكلمات المفتاحية مذكورة كم مرة. يعني مثلا عندك هنا اصور شاشة الكمبيوتر افتراضا، لنفترض ان دي هي الكلمة المفتاحية، اخش ابحث هتلاقي عندك هنا انها مذكورة عديد من المرات. مثلا شاشة الكمبيوتر بص هي دي الكلمة المفتاحية، شاشة الكمبيوتر بص شاشة الكمبيوتر. طبعا ده يعني لا يعني ده لا يحسب وده لا يحسب. بس لو انت جيت هنا عندك شاشة الكمبيوتر هي دي الكلمة المفتاحية. فهم كانوا بيوشتوا كلمة مفتاحية مليون مرة قد ايه تمام، وبتوزعها على طول الايه، على طول المقال. دلوقتي ما بقتش محتاج تعمل الكلام ده كله، لان دلوقتي الخوارزميات روبوتات او عناكب البحث ما بقتش تعتمد على يعني اللي هو ان هي تخش تشوف الكلمات المفتاحية ويعني وايه قوة الدومين اثورتي او ايه قوة الموقع ده والكلام ده كله. الاساليب القديمة الخاصة بالسيو دي خلاص ماتت بالمعنى الحرفي. السيو مازال موجود بس فقط في الاساسيات، ان انت تهيئ موقعك بس ان الروبوتات دي تخش. يعني كأنك بالظبط فتحت الباب، كأنك بالظبط محل، انت عملت محل والناس او الزباين عشان يخشوا للمحل ده او يعرفوا المحل ده بتاعي تكتب مثلا يافطة مستلزمات منزلية مثلا افتراضا، وعلى الجنب مثلا تقول انا عندي كذا كذا، يافطة كده على الجنب انا عندي كذا كذا كذا، وتسيب الباب مفتوح. الناس تخش بقى وتشوف المحل بتاعك بالفعل فيه الحاجات اللي هم عايزينها ولا لا. هو ده اصبح السيو في الوقت الحالي، ما بقاش بذات الاهميه اللي انت كنت بتعمله الاول ان انت تكتب مقال مهيئ والكلام ده كله. لان دلوقتي الروبوتات اللي هي الخاصه بالبحث ما بقت تخش عندك عشان تفهم المضمون وتقترح للشخص بناء على المحتوى اللي هو طلبه او المحتوى اللي هو بحث عنه. لان لو انت جيت هنا عندك على افتراضا، طبعا كل حاجه هنا تلاقي عندك باللغه البرتغاليه، يعني انا ما فيش حاجه يعني عندي ظاهره باللغه العربيه، لان زي ما انت شفت ان هو غير متاح باللغه العربيه. المفارقه العجيبه اللي انا نسيت اذكرها ان بربلكستي AI او اللي هو بربلكستي اللي هو بديل جوجل في الوقت الحالي، واللي جوجل طبعا حست ان بالفعل الموضوع اصبح خطير جدا، وازاي موقع زي ده تفوق عليه. لان كمان في حركه اهانه عملها المطور الهندي اللي عمل بربلكستي، وهو ان قال لهم انا عايز اشتري متصفح جوجل كروم بتاعكم ب 34 بليون او اللي هو مليار دولار تقريبا. مليار بليون هو المليار والله ما عارف. مليار اللي هو انا عايز اشتري متصفح بتاعكم ب 34 مليار دولار. يعني ايش هذا الشاب زي ما انت شايفه، طبعا كل دي الاخبار. هذا الشاب هو هذا المطور الهندي زي ما انت شايف طلب من جوجل، وسبحان الله كلهم هنود. ده هندي صاحب بربلكستي، وده الهندي بتاع جوجل او مدير شركة جوجل، وهو كان اساسا ماسك قسم التطوير الخاص الاول بتاع متصفح جوجل كروم يعني وترقى وان هو اصبح يكون المدير يعني المدير العام للشركه او الرئيس العام للشركه. والاثنين هنود سبحان الله يعني. واحنا فين معرفش والله العظيم معرف. بس عموما يعني ده اللي هو بتاع بربلكستي طلب من ده اللي هو الهندي برضو ان حابب ان هو يشتري متصفح جوجل كروم بكام؟ ب 34 مليار دولار. طبعا جوجل رقم فلكي، بس جوجل قالت له بطل يا حبيبي والعب بعيد مش ناقصاك. بس طبعا جوجل بالنسبه لها ده خبر مش عادي، ان مين يتجرأ ان حد يجي يطلب مني ان انا ابيع له متصفح بتاعي اللي يعتبر متصفح رقم 1 في العالم، وهو شايف نفسه ايه. فطبعا دي زي ما تقول كانت القلم الثاني او الثالث من جوجل، انه يا جدعان زي ما كانت شات جي بي تي نزلت الاول، وزي بالفعل ما كان في التطور او النقله الكبيره اللي حصلت في الاي اي، وبسبب شات جي بي تي نزل عندنا جيميناي ونزل عندنا مليون حاجه تانية. دلوقتي اصبح بقى ايه؟ جوجل اصبحت قالت لا انا بقى مش هخليك تعتمد على بربلكستي، لا انا هخليك تعتمد على جوجل تاني ومش هطلعك من جوجل. زي ما انت شايف ان انا دلوقتي اقدر ابحث عن اي حاجه. كمثال لو انا مثلا هنا جيت يا سيدي افتراضا يعني كتبت عندي كومو كومبرا جاتو
كيف اشتري قط. عندي هنا مثلا انا طلبت منه ان انا عايز اشتري قط افتراضا كومو كومبرا جاتو. طبعا انا هتلاقيني ببحث بكتب باللغه البرتغاليه وببحث باللغه البرتغاليه كون ان هو متوفر عندي باللغه البرتغاليه، واكيد برضو ممكن يكون متوفر باللغه الانجليزيه ولكن مش متوفر باللغه العربيه او لسه مش مازال متوفر باللغه العربيه، بس ممكن خلال يوم ولا يومين تلاقيه عندك اصبح متوفر، او حتى اللي هو من وقت نشر الفيديو تلاقيه عندك اصبح متوفر. فعندي هنا زي ما انت شايف اهو كومو كومبرا جاتو. عندي هنا طبعا بيديني كل اللي انا بعمله، يعني هنا بص المصادر كلها، بص بحث لي على 22 موقع، بحث لي بالمضمون زي ما انت شايف وكتب لي ملخص، بدل ما انا اخش عندي على جيميناي عشان ابحث. لا، جوجل غيرت السياسة او جوجل غيرت مفهوم الروبوتات الخاصة بالبحث بتاعتها. ما بقتش تدور على الكلمات المفتاحية، لا بقت بتخش تفهم المحتوى اللي جوه عامل ازاي. يعني انا هنا بالفعل المقالات دي هسيبها لك حتى تحت في الوصف تقدر ان انت ترجع لها، انا قريتها بالفعل، وعشان كده انا بقول لك ان ايه، ان بالفعل الموضوع اتغير. الويب اللي احنا نعرفه اتغير، فاهمني، حاجات كتير اتغيرت. وده على فكرة يعني الحركة اللي عملتها جوجل دي ممكن تكون هي القشة اللي بسببها شكل الويب اللي احنا نعرفه النهاردة هيتغير، اللي هو البحث التقليدي. تمام، يعني مش هقول لك بربلكستي هي اللي كانت القشة، لا دي بقى جوجل هي اصبحت القشة، لان بالفعل عندك هنا بيديك ملخص كامل مبني على محتوى بالفعل هو دخل وشاف المضمون بتاعه، مش مجرد كلمات مفتاحية، لا هو دخل وشاف المضمون وقراه وجاب لك بما يتناسب اللي انت باحث عنه. فلو انت صاحب موقع الموضوع ده مفيد جدا ليك، بس عيبه ان للاسف الزيارات ما زالت هتكون قليله. يعني انا مثلا شفت المصادر عندي، هو هنا اداني ملخص، انا مش محتاج ان انا اخش تاني هنا اصلا عندي خلاص. يعني مثلا ده مصدر اهو اداهولي، اخش عندي هنا اعمل ايه ما دام هو بالفعل اداني الملخص للي انا عايزه. فده رغم ان الويب اتغير او شكل الويب اتغير، فهو للاسف راح ناحيه مكان مش عارف احنا كاصحاب مواقع هنستفاد منه ازاي حقيقي. يعني انا بقول لك انا مش عارف ان احنا اصحاب مواقع نستفاد منه ازاي. في ناس حابه انها وظهرت حمله في الاجانب او في المجتمع الغربي ان حابين، يعني اصحاب المواقع حابين ان جوجل تعتمد لسه الطريقه التقليديه، بس جوجل مش هتقول لك انا يعني مش هكرر اخطاء نوكيا انا عشان خاطركم ارجع انا سنين ضوئيه لورا، لا، او هفضل انا مكاني وما اتطورش، لا. فهي جوجل للاسف لما شافت ان الناس اصبحت تعتمد على مصادر اخرى غيرها في البحث زي بريبلكستي او مثلا زي شات جي بي تي وغيره، فلا هي قالت انا مش هستنى ان انا ابقى مصير زي مصير نوكيا بسبب اصحاب المواقع، هم يتصرفوا هنشوف حل مع بعض، بس يعني دلوقتي انا محتاج اكون في الصداره. ده تفكير جوجل في الوقت الحالي، وبالفعل انا لو صاحب شركه هعمل ده. تمام، ما عنديش حل تاني. عندي هنا زي ما انت شايف اللي هو التودو ده بيظهر عندي المواقع. طبعا ده لو انا يعني خرجت عندي بره الايه اللي هو المود اي اي، مود الاي اي ده بيديني الملخص بدل ما انا اخش عندي على جيميناي وغيره. شوبينج نفس الفكره هيخرجني بره الموقع، وده هيحتمال يتغير كمان في المستقبل. اميج نفس الفكره زي ما انت شايف بيخرجني من مود الاي اي. الفيديو وخلافه كل ده بيخرجك من مود الاي اي. عندي هنا اقدر ان انا اديله صوره وهو يبحث لي عن مصدرها. افتراضا هديله مثلا الصوره دي، هقول له مثلا يا سيدي ابحث عن مصدرها، زي ما انت شايف هيبدأ ان هو يبحث لي عن مصدر الصورة، او ظهر لي ان مصدر الصورة هو الفيديو بتاعي اللي انا اتكلمت عنه. فهو حلو الصراحة، تمام، ان هو بالفعل سرع العملية احسن من الاول وبقى سهل وكله في وجهة واحدة. عندك هنا برضو ان انت تقدر تكتب او تتكلم معاه، مش عارف الصراحة دي وظيفتها ايه، بس واضح كده ان انت بتتكلم معاه. يعني هنا للأسف عندي الميكروفون بتاعي دايما بينخفض لما انا افتح ميكروفون خارجي، فخلينا نشوف. لا لسه زي ما هو. طيب هقول له يا سيدي مثلا Eu quero comprar novo iPhone. Procura pra mim quanto custa iPhone aqui no Brasil. بقول له انا حابب اشتري الايفون الجديد، ابحث لي سعر الايفون الجديد هنا في البرازيل. زي ما انت شايف بحث لي كل حاجه، تمام، 4300 ومش عارف كام، فاهمني، اللي هو ايفون 5. والله ما اعرف ايفون، في ايفون 17 ب 11000، تمام. سعر فلكي حرفيا، سعر غبي. يعني انا ما بشتريش القرف ده بسبب الضرائب هنا، الحاجات مرتفعه شويه، بس 11000. عندك هنا طبعا حاجات تانية زي ما انت شايف وهنا قبل البساطة. فحرفيا عندي هنا نزل تاني، بص مش بقول لك انا بيرفع عندي البتاع. فهي دي الفكرة، اقدر ان ابحث بالصوت زي النظام القديم بس افضل. بس يعني ممكن تكون انت شايف ان الفيديو ده مش مميز، اتكلمت كتير، حاجة مش مهمة، بس انا ليا نظرة مختلفة.
زي ما انا قبل كده كان ليا فيديو قديم ليا اتنبأت بالاي اي، واتنبأت ان بالفعل ان في قدام حاجات كتير هتتغير. فيديو قديم والله اتكلمت عنه من 2016 تقريبا، كنت متكلم عن الاي اي وازاي هو يغير حياتنا في المستقبل. ده فيديو قديم كان عندي على قناه كريزي نت، تمام. ممكن حتى تخش هنا عندك على اليوتيوب وتكتب هنا عندك اللي هو الايه، اللي هو انترنت الاشياء، وتكتب جنبها كريزي نت، هتفهم قصدي. انا اتكلمت بالفعل عن انترنت الاشياء من 7 سنين. 7 سنين دول انا بالفعل اتكلمت عن الانترنت الاشياء والاي اي، وازاي حياتنا هتتغير في المستقبل بسببه، والكلام ده من 7 سنين فات. شوف انا اتكلمت عن ده من كام سنة، فبالفعل حصل قبل ثورة الذكاء الاصطناعي دي بسنين. فانا ده نظرتي للمستقبل، يعني مش عارف صراحة يمكن تكون صح ولا غلط، بس بالفعل ده اللي هيحصل يعني. تمام. طولت في الفيديو، انا اسف على الاطاله، واتمنى يكون الفيديو عجبك. سيب رايك تحت في التعليقات، هكون سعيد جدا جدا بان اشوف كل الاراء. اشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.